أنا عبر الهاتف الصحافي المصري المتميز الأستاذ أيمن المهدي، مدير تحرير موقع كورة الإلكتروني، صاحب المبادرة والدعم المعنوي والإعلامي للأمير علي باعتباره مرشح عربي. أستاذ أيمن، مساء الخير. تحياتي أستاذ العزيز أشرف لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أولا أود أن أحييكم في موقع كورة وأحيي كل القائمين وكل العرب الذين يمدون يد الدعم المعنوي اللوجستي، الدعوات، الأمنيات للأمير علي بن الحسين الذي لا يمثل نفسه، يمثل القيادات الرياضية العربية بحثها عن أن تتبوأ مواقع لائقة وتلفت الأنظار إلى أن المنطقة العربية بها كوادر. أحييك أولا، وأريد أن أتعرف منك عن دعمكم للأمير علي بن الحسين. أكيد طبعا أستاذ أشرف، حضرتك تعلم فإن موقع كورة هو الموقع العربي الأول. الأمر ده بيضع علينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه كل ما هو عربي، ويحتم علينا دعمه، خاصة وإننا نسخة غير معربة. يعني إحنا مش نسخة معربة من موقع أجنبي وبنتكلم بصوت هذا الموقع. إحنا في مواقع كثيرة ممكن تكون ليها نسخات معربة من مواقع عالمية، وبالتالي فإن وقوفنا بجوار الأمير علي بانتخابات الفيفا ومساندتنا له أمر نابع من هوية الموقع تحديدا في المقام الأول، إلى جانب إننا ندعم شخصية لها مكانتها واحترامها في الوطن العربي والعالم أجمع، وهو الأمير علي. واعتقد ان موقفنا هذا ليس ببعيد عن موقف برنامجكم الرائع ومواقف اخرى عربيه كثيره تمثلت في الفتره الاخيره. يمكن اخرها كان مجلس وزراء الشباب العربي اللي اعلن دعمه للامير علي. حضرتك كما ذكرت، احنا يعني في كوره بندعم كل ما هو عربي. واذكر هنا بعض الامثله: دعمنا لاستضافه الامارات لامم اسيا 2019، الى جانب دعمنا لكل النجوم العرب المحترفين في اوروبا بشكل قوي. تاكد حضرتك ان احنا الموضوع مش متعلق بالامير علي يعني كشخص، لكن متعلق بالامور بان هو شخص عربي. ومن هذا المنطلق كنا سندعم اي مرشح عربي اخر، سواء من السعوديه او مصر او الامارات او المغرب او الجزائر او غيرها من الدول العربيه، اعتمادا على هذا المبدا. نعم استاذ ايمن، عايز اتوقف مع حضرتك. عاصمتان عربيتان استضافتا الكونغرس الافريقي والكونغرس الاسيوي. لك ان تتخيل ان بلاتر يحظى بطغيان، لا اقول شعبيه، طغيان من الدعم، ويعني يتم التعامل على وكأن لا احد ينافسه حتى ولو المرشح العربي. الكونغرس الاسيوي كان في المنامه قبل امس بالتحديد يعني، ونبارك طبعا للعرب الروميثي واحمد عيد وهاشم حيدر وسوزان شلبي وسعود المهندي الذين دخلوا الى جانب الشيخ سلمان بن ابراهيم في الاتحاد الاسيوي. لكن في الكونغرس الافريقي ايضا قبل اسبوعين نفس المناشدة، حيث حياته يقول له كل إفريقيا معك. لماذا انتخابات إذن على مستوى الاتحاد الدولي إذا كانت الأمور محسومة؟ والله أنا في البداية خلينا أحيي الأمير علي على أن هو أخذ الخطوة دي. نعم. إن هو دخل في وسط زي ما بيقولوا المعمعة الكبيرة دي، وقدر أن هو يكون ليه وجود. وبالتالي برضه فيجو ورئيس الاتحاد الهولندي المرشحين الآخرين لبلاتر. حضرتك تعلم ان بلاتر ليه فتره طويله جدا على الساحه، عنده علاقات كبيره جدا، عنده في تبادل مصالح غير عادي ما بينه وما بين اتحادات كثيره. تخيل حضرتك لما اوروبا كلها تقف قصاده في قبل كاس العالم في مونديال البرازيل في الفتره الاخيره، وهو يطلع في الحفل الكونجرس السنوي اللي هو قبل اللي اقيم في ساو باولو، ويطلع يعني ما اعرفش يعني حضرتك تتذكر اللقطه دي، طلع بيرقص مع المذيعه على المسرح. طبعا طبعا. فده بيدل على ثقته الكبيره من موقفه، وان هو قادر على ان هو يتحدى اي حد، مش بس في الدول العربيه، حتى في الدول الاوروبيه نفسها. يعني الدول الاوروبيه في دول اوروبيه كثيره مش راضيه عنه، ورغم هذا هو بيتحداها. وهو تقريبا يعني خلينا برضه نكون واقعيين، اعتقد ان هو الاقرب للنجاح يعني نعم هو تقريبا محسوم. نعم في ظل المؤشرات اعتقد ان هو الاقرب للنجاح. نعم. فللاسف يعني نتمنى بس ان الفتره اللي جايه تشهد تحسن حقيقي وملموس في اداره بلاتر للفيفا. أنا كمان بضم صوتي لصوتك يا أستاذ أيمن في تحيتنا للأمير علي بن الحسين، إنه يعني غامر وخاض هذه التجربة حتى ترك منصبه الآسيوي كما تعلم في الانتخابات. خلاص هو طلع بره اللجنة التنفيذية للفيفا، لكن الرجل أراد أن يدق ناقوس يعني المجتمع الكروي. كلنا نشكو وكلنا نتحدث في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا عن فساد في الفيفا. الرجل خرج ليقول نعم نريد تغيير. إرادة التغيير ربما تكون غير متواجدة. زميلي أيمن المهدي، بشكرك شكرا جزيلا.